السلام عليكم شباب أولى ثانوي. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم يا رب، وتكون سنة كلها تفوق ونجاح بإذن الله. هنبدأ نشرح أول درس الجبرا ونمشي واحدة واحدة مع بعض. عاوزك تشوف وتسمع الحصة. لما تشوف الحصة لازم تبدأ بعدها تحل عشان تعمل نتيجة إن شاء الله، ونقفل الماس بإذن الله في آخر السنة وفي الترم الأول بإذن الله. فلو سمحت امشي بالتعليمات اللي احنا قايلين لك عليها عشان ربنا يكرمنا إن شاء الله بإذن الله. طيب تعال نبص مع بعض كده. اول حاجه معانا في الالجبرا اللي هو ليسون 1 اللي هو اسمه كارتيزيان برودكت. كلمه برودكت احنا عارفين كلمه برودكت ده اللي هو الايكوال. كلمه برودكت دي يعني الايكوال بتاع الباي، يعني لما اجي اقول لك 2 ملتبلاي 3 الايكوال بتاعهم 6 يبقى ال 6 دي اسمها برودكت. حلو. بس الغريب اللي هو كارتيزيان، كلمه كارتيزيان برودكت دي حاجه جديده بالنسبه لنا، وهو ده اللي انا هندرسه النهارده. كارتيزيان اللي هو بتاع الكوردينيتس بتاع الاكس والواي ده. فلما نتكلم على الاكس والواي ونقول لك عاوز كوردينيتس البوينت يبقى انت عاوز اوردرد بير، فهو ده اول حاجه هنتكلم عليها الاوردرد بير. الاوردرد بير ده بيتكون من ايه؟ من براكت، ده الشكل بتاعه في كوما. الفيرست ده فيرست وده سكند، فبنسمي الاول ده فيرست بروجيكشن، والتاني اللي هو البي اسمها سكند بروجيكشن. فيها مشكله في الكلام ده؟ ما فيش مشكله. بس انا عندي هنا في اوردرد بير A و B، وعندي براكت كده سيتس اسمه A و B، وعندي انترفال A و B. ايه الفرق بين الثلاث اشكال ده؟ طبعا فرق كبير جدا. بص يا شباب، اول حاجه هنا اوردرد بير يعني بوينت. يعني نفتكر مثلا لو قلت لك 2 و5، فبتيجي تقول لي يا مستر بص ان ال2 هنا 1 2، تيجي عند ال2 كده وتطلع لمين؟ لل5، دي بوينت. يبقى الاوردرد بير عباره عن بوينت. طب السيتس دي عباره عن elements. لو قلت لك 2 و5 0 1 2 3، ده النمبر لاين اللي احنا عارفينه. فلما اجي اقول لك sets 2 5 فبتيجي تعمل لي ريبريزنت كده، بتحط هنا بوينت عند ال2 وهتحط بوينت عند ال5، يعني معنى كده ان ده رقم 2 ورقم 5 بس. تمام. الانترفال لو جيت قلت لك انترفال من 2 ل 5 كلوزد، كنا بنعمل كده الكلام ده زمان وانت صغير، تيجي من عند ال2 تعمل سيركل كده، وهنا عند ال5 تعمل سيركل كده، معناها كل الارقام اللي في النص بين ال2 وال5 اللي هي 2 و3 و4 و5 و2.1 و2.3 والكلام ده، دي اسمها انترفال. ودي السيتس اللي هي رقم 2 و5 بس، يعني اللي في النص ده مش معانا. وده الاوردر بير عباره عن بوينت. انا بس حبيت اوضح لك شكل الايه، افهمك بس الفرق بين الثلاثه دول عشان مهمين جدا. طيب تعال بص معايا تاني كده. هنا عاوز افهمك ان الاوردر بير مش زي السيتس طبعا، ولا الاوردر بير بيبقى زي الانترفال، الكلام اللي احنا كنا بنقوله. لما اجي اقول لك اوردر بير ايكوال لاوردر بير، يبقى افهم كده لما يديك اتنين اوردر بير بيساوي بعض يبقى الفيرست ايكوال للفيرست والسكند ايكوال للسكند. يعني معنى كده ان A بتساوي الاكس وB بتساوي واي. وده الدرس بتاعنا بيتقسم لجزئين. الجزء الاول اللي هو اوردر بير مع اوردر بير، تمام، والجزء الثاني هنقوله كمان شويه. فبيجي لك اسالك سؤال على الكلام اللي احنا بنقوله، بيجي يقول لك find the value of x and y، وادانا هنا اوردر بير وهنا اوردر بير. اه يا مستر معلش، ادام اوردر بير ايكوال اوردر بير يبقى اكيد الفيرست هنا ايكوال الفيرست هنا، يعني معنى كده ان x ايكوال نيجاتيف 5. وكمان الواي ايكوال السكند مع السكند اللي هو الواي ايكوال 2. يا مستر، يعني انا كده خلصت؟ طبعا الاسئله دي ما بتجيش في الامتحان، ده سؤال سهل جدا ومباشر، مش اسئله امتحان. تمام، انا بس عملته لك عشان افهمك. طب يا مستر طب يا شباب، ايه اللي ممكن يجي لك؟ ممكن يجي لك سؤال زي كده. سؤال زي كده اول حاجه يجيب لك اوردر بير ايكوال لاوردر بير، تمام، هنا. فبتيجي تقسم حضرتك نصين، هتيجي تقول لي الفيرست
ايكوال الفيرست. جميل، يعني x باور 2 ماينس 1 ايكوال 48، والسكند ايكوال السكند، يعني ال 8 ايكوال كيوبيك روت 2y ايكوال 8. هنا بقى نسأل بقى شوية أسئلة. احنا عارفين البلس عكسها ايه؟ ماينس، والباي عكسه برافو الديفايد. طب الباور عكسه ايه؟ عكسه الروت، صح؟ يا مستر صح. تعال نحل مع بعض واحدة واحدة كده بقى. أول حاجة بنحلها كإيكويجن، بنخلص من البلس وماينس. النيجاتيف 1 ده هيروح الناحية التانية يا مستر بوزيتيف 1. فتيجي تقول لي يا مستر بص خلي بالك بقى في لخبطة بتحصل، أنا عاوزك تعمل اتنين ايكوال كده عشان لما تيجي تحل إيكويجن في ناس بتتلخبط. لما خدت نيجاتيف 1 اتبقى معايا مين؟ اكس باور 2، وهنا 48 بلس 1 هيبقى 49. جميل جميل. طب يا مستر الباور ده لما يروح الناحيه الثانيه، احنا قلنا البلس عكسه ماينس، الباي عكسه ديفايد، الباور عكسه روت، يبقى ده هتروح سكوير روت. حلو حلو. طيب يا مستر تحت هنا بقى هتبقى اكس ايكوال كام؟ انا سامع حد بيقول لك 7، ف7 دي غلط. امال ايه يا مستر؟ لازم تكتب بوزيتيف اور نيجاتيف 7. ليه؟ عشان ده سكوير روت. ماشي، وخلي بالك عشان الناس بتغلط فيها كتير جدا. عارف لو ده كيوبيك روت مش هنحط بوزيتيف اور نيجاتيف، يعني لو ده باور 3 ما نحطش بوزيتيف اور نيجاتيف. احنا بنحط بوزيتيف اور نيجاتيف لما يكون الباور ده ايفن 2 4 6 اي حاجه تحط بوزيتيف اور نيجاتيف. وفي حاجه تاني خلي بالك من الحته دي مهمه جدا. لما نكون بنحل ايكويجن زي كده في اكس وحاجات زي كده، وانا بص انا اللي عملت الروت بنفسي، انا اللي كتبت الروت، يعني ال2 دي انا اللي كتبت الروت، فدام انا اللي كتبت الروت يبقى لازم تحط بوزيتيف اور نيجاتيف. تمام، لكن لو الروت جاي لك جاهز ما بنحطش بوزيتيف اور نيجاتيف. زي مثلا لما اجي اقول لك كده روت 25، روت 25 هتقول لي 5 مش بوزيتيف اور نيجاتيف. لا غلط. ليه؟ عشان هو مديك رقم اصلا ومديك الروت جاهز، لكن هنا انا اللي عملت الروت. بص 2 وديتها الناحيه الثانيه روت، فانا اللي رسمت الروت، فعشان كده حطيت بوزيتيف اور نيجاتيف. ودي طبعا عشان دي ايكويجن في اكس، الاكس دي احتمال تبقى بوزيتيف او نيجاتيف، خلي بالك من الحته دي. طيب تاني حاجه هنا الكيوبيك روت واي ايكوال 8، فحضرتك هتودي الروت الروت هو اللي هيروح الناحيه الثانيه، يبقى الروت لما يروح الناحيه الثانيه يبقى يا مستر باور 3. باور كام؟ 3. يبقى الواي ايكوال، طلع دي على الكالكوليتور، يبقى 512. ده سؤال مهم برضو لازم تبقى فاهمه. تمام يا شباب؟ طيب بص كده معايا هنا يا بابا. اول حاجه برضو هنقسم نصين. هنا الفيرست ايكوال الفيرست، يبقى عندك x minus 7 equal negative 2، وعندك هنا ده السكند مع السكند، يبقى y باور 3 minus 1 equal 26. طيب يا مستر وبعدين هنحلها كايكويجن. طبعا ال7 دي يا مستر نيجاتيف 7، اوعى تقول لي 7 دي نيجاتيف 7 ايه، هتروح الناحيه الثانيه بوزيتيف 7، هيتبقى لك هنا x ايكوال نيجاتيف 2 وبوزيتيف 7 هتبقى 5. طب يا مستر نيجاتيف 1 هيروح الناحيه الثانيه، نيجاتيف 1 هيروح الناحيه الثانيه كام؟ بوزيتيف 1. حلو حلو، يبقى y باور 3 ايكوال 27. في مشكله في الكلام ده ولا اي حاجه؟ طب y باور 3 اهي هتروح الناحيه الثانيه كيوبيك روت، عشان قلنا الباور بيروح روت، فهاجي اقول له هنا y ايكوال، هتكتب ده كده على الكالكوليتور، طبعا شيفت روت على الكالكوليتور، شيفت روت هيطلع لك كام؟ هيطلع لك 3. هل بقى هنا هكتب بوزيتيف اور نيجاتيف؟ لا يا مستر. ليه؟ عشان ده كيوبيك روت، ده كيوبيك روت، لكن اللي قبلها كان سكوير روت. ماشي، خلي بالك من الحاجات الصغيره دي. طيب تعال بص هنا برضو هنقسم نصين. هنا اقول له الفيرست ايكوال الفيرست والسكند ايكوال السكند. الفيرست هنا y باور 5 والفيرست هنا 32. السكند x بلس y، السكند ايكوال 2. طبعا هنا في اكس وواي، ادام هنا في اكس وواي ما ينفعش ابدا هنا، لازم ابدا الناحيه الثانيه. ليه؟ عشان دولك في حاجتين مجهولين انا مش عارفهم، فلازم اعرف الواي هنا بكام واجي اعوض بيها في الناحيه الثانيه.
طيب تعالى، ايه ده باور 5. لما يروح الناحيه التانيه هيروح روت. ايه ده، الباور بيروح روت بس ده هيروح روت. اه يا مستر روت 5 عادي جدا. هو في حاجه اسمها روت 5؟ اه والله في، عادي مفيش مشكله. طب بيتكتب ازاي على الكالكوليتور؟ بتيجي تقول له شيفت وبعد كده بتدوس روت، هيظهر لك على الكالكوليتر كيوبيك روت كده. فبتيجي بالاسهم تمشي لغايه هنا، تمسح ال 3 وتكتب 5، تكتب جواها 32، يبقى الايكوال بتاعك هيطلع لك 2. يبقى افهم من كده ان y equal 2. طب لما عرفت ان الواي ب 2 هعمل ايه؟ تاخد الواي دي تعوض بيها هنا على طول. الاكس هتنزل اكس والواي دي هتبقى 2 اهي مكانها 2 وهنا 2. حضرتك هتودي بوزيتيف 2 دي الناحيه الثانيه تبقى نيجاتيف 2. برافو، يبقى الايكوال بتاعك 0. يبقى هنا عاوز الواي ب 2 والاكس بكام؟ ب 0. ده سؤال جميل ما فيهوش اي مشكله. بص السؤال ده هنا بيقول لك اداك اوردر بير عباره عن x minus 1 و11 وهنا 8 وy بلس 3. تمام. هنا بيقول لك زن عاوز روت x بلس 2y. طب حضرتك هتعمل ايه؟ سيبك من ده دلوقتي، طلع لي قيم الاكس والواي. ممكن حضرتك توقف الفيديو وتحل ده وتقول لي الاكس بكام والواي بكام. ماشي. اول حاجه ادي الفيرست ايكوال الفيرست، يبقى اكس. قلت لك وقف الفيديو. x minus 1 equal 8 والناحية التانية y minus 3 equal 11. ماشي، انا شايفك كده انت ما حلتش، بس ده ما ينفعش، فلازم تسمع الكلام. خلي بالك لازم اول ما اقول لك وقف وحل لازم توقف وتحل، عشان بس تبقى ايه ماشيين مع بعض كده. الماس من غير حل هو ده يعني ملهوش لازمة. هو ده الفرق بقى بين السنتر وان انا بشرح لك اونلاين. السنتر بخليك تحل قدامي غصب عنك، لكن دلوقتي انا مش عارف امسكك يعني، براحتك. المهم، فانا جيت قلت الفيرست ايكوال الفيرست وادي السكند ايكوال السكند. طيب حل ايكويجن وادي ده الناحيه الثانيه، ده نيجاتيف هيروح الناحيه الثانيه بوزيتيف 1، هيبقى دي اكس ايكوال 9. حلو. وهنا هتودي 3 الناحيه الثانيه يا مستر بالنيجاتيف، هيبقى واي ايكوال 8. تمام. طب انا جبت الاكس وجبت الواي، هو طالب مني ايه؟ عاوز روت x بلس 2y. طب انا اشيل الاكس واحط القيمه بتاعتها 9 بلس 2 ملتبلاي الواي بكام يا مستر؟ ب 8. حلو. طب اطلع الانسر كام؟ اكتب ده كده زي ما هو على الكالكوليتر، روت 9 بلس 2 باي 8 هيطلع لك 5. طب هل احط بوزيتيف اور نيجاتيف ولا ما احطش؟ طبعا ما تحطش. ليه يا مستر؟ ما حضرتك قلت لي لما يبقى في روت وفي اكس والكلام ده نحط بوزيتيف اور نيجاتيف. قلت لك هنا الروت جاي جاهز، انت ما عملتوش بنفسك، ما كنتش بتحل ايكويجن. ادام انا ما عملتوش هو اللي جايب لك الروت، يبقى ما نحطش بوزيتيف اور نيجاتيف. زي ما شرحت لك روت 25 قلت لك 5، ما حطيتش بوزيتيف اور نيجاتيف. خلي بالك عشان ده السؤال ده جه من 3 سنين في امتحان ثالثه اعدادي والدنيا كانت متلخبطه فيه جامد جدا، فانا بفصل لك الكلام. ادام هو مديك الروت يبقى انت خلاص مش هتحط بوزيتيف اور نيجاتيف. طيب تعال نشوف سؤال تاني. طبعا انا سايب لك السؤالين دولك انت اللي تحلهم، ماشي، وانا هشرحهم دلوقتي وانت تحل. بس لازم لو سمحت، لو سمحت لازم توقف الفيديو وتحل بنفسك عشان تعرف اخطائك فين، غير كده مش هتعرف اخطائك. تمام. تمام. يلا انت كده وقفت الفيديو، ابدأ حل وانا هحل دلوقتي. بص يا شباب، شوف بقى حلك صح ولا غلط. اول حاجة قسمنا ده نصين، قلت له الفيرست ايكوال الفيرست يبقى x بلس 1 ايكوال 3، وهنا السكند ايكوال السكند يبقى y باور 2 ايكوال 9. 1 ده هيروح الناحية التانية بالنيجاتيف يبقى x ايكوال 2. ايه ده؟ بص ده باور 2، الباور بيروح الناحية التانية روت في y ايكوال، هنا دي هتطلع 3. في ناس كاتبه 3 فطبعا ده غلط، لازم تكتب بوزيتيف اور نيجاتيف 3. ليه؟ عشان ده روت وانت اللي عملته بايدك. تمام. تمام. صحح معايا كده عشان تبقى عارف انت ايه الغلط اللي انت عملته.
هنا يا مستر الفيرست ايكوال الفيرست، يبقى x باور 2 ماينس 2 ايكوال y. هنا 2y ايكوال كيوبيك روت 64. ايه ده؟ هنا يا مستر واي ينفع اشتغل هنا في اكس وواي؟ ما ينفعش يا مستر، يبقى لازم اشتغل الناحيه الثانيه. بص كده، انا الواي انا عاوز الواي لوحدها، فهعمل ايه؟ هودي ال 2 دي الناحيه الثانيه بالديفايد، يبقى واي بكام؟ اكتب دي كده على الكالكوليتور هيطلع لك 2. اكتب الكيوبيك روت، اكتب على الكالكوليتور عادي الكيوبيك روت 64 ديفايد 2 يطلع لك 2. صح؟ صح. طيب تعال نبص معايا كده، هاخد ال 2 دي اروح الناحيه الثانيه، اشيل الواي واحط بدالها 2، يبقى اكس باور 2 ماينس 2 ايكوال 2. طب وبعدين يا مستر هودي نيجاتيف 2 دي الناحيه الثانيه، انا شلت الواي حطيت بدالها 2 اهو، هودي نيجاتيف 2 دي الناحيه الثانيه بوزيتيف 2، يبقى اكس باور 2 ايكوال 4. هتودي البار ده الناحيه الثانيه روت، يبقى اكس، بص بقى كده هتبقى اكس ايكوال 2. 2 صح ولا غلط؟ لا طبعا يا مستر غلط، ده لازم تبقى بوزيتيف اور نيجاتيف 2. ليه؟ عشان ده سكوير روت ودي ايكويجن وانا اللي عامل الروت بنفسي، فلازم يطلع بوزيتيف اور نيجاتيف 2. تمام كده يا شباب؟ كلام جميل جدا وما فيهوش اي حاجه، يا ريت بس الدنيا تبقى مظبوطه معانا. ماشي؟ ماشي. ده كده يعتبر الجزء الاول خلص، فهنخش على الجزء الثاني، الكارتيزيان برودكت اوف تو انفينيت سيتس. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ هقول لك حالا يعني ايه. بص كده، هنا اديتك سيتس، وهنا سيتس تاني اسمها واي. السيتس الاولى اللي هي الاكس عباره عن 1 و2، والواي عباره عن 3 و4 و5. حلو حلو. طيب هنا بيقول لك find x multiply y، عاوز يعرف x multiply y and represent it by arrow diagram and Cartesian diagram. طب انا همشي معاك واحده واحده، تعال نشوف ايه موضوع sets multiply sets. مستر انا لو عندي نمبر ملتبلاي نمبر سهل، لكن سيتس ملتبلاي سيتس ده الجديد بالنسبه لنا وده المختلف. وعاوز اقول لك دي مش هتاخد الاوبريشن او البروبرتيز بتاعت الملتبليكيشن. يعني لما اجي اقول لك 2 ملتبلاي 3 ايكوال 6، طب 3 ملتبلاي 2 ايكوال 6 صح؟ اه يا مستر. طب 6 اكس ملتبلاي واي هي واي ملتبلاي اكس؟ لا طبعا. فخلي بالك في الكارتيزيان برودكت طبعا لما نيجي نبدل السيتس مع بعض ما ينفعش تبديل فيها. ماشي؟ انا بس حبيت اقول لك المعلومه دي قبل ما نبدا نشتغل فيهم اصلا. طيب تعال نبص بقى ازاي اصلا اعمل سيتس ملتبلاي سيتس. ركز بقى عشان الترتيب مهم. هنا بيقول لك اكس ملتبلاي واي، فرحت انا جيت قلت له انت عاوز اكس ملتبلاي واي؟ اه يا حبيبي. اول حاجه بتفتح براكت سيتس، بعد كده تسال نفسك مين اللي في الاول؟ الاكس، يبقى هاجي عند السيتس بتاعت الاكس، هتمسك ال1 وال2 دي معاهم كلهم. يعني ايه معاهم كلهم؟ يعني امسك ال1 مع ال3 مره ومع ال4 مره ومع ال5 مره، وال2 مع ال3 وال4 وال5. يا مستر مش فاهم يعني ايه معاهم. بص معايا عشان تفهم. هتيجي تقول لي يا مستر انا هعمل اكس ملتبلاي واي، ابدا من عند الاكس، همسك ال1 معاهم كلهم، تيجي تعمل كده اوردر بير 1 و3 و1 و4 و1 و5. بعد كده خدت ال2 معاهم كلهم، ال1 معاهم كلهم، يبقى ناخد ال2 معاهم كلهم، يبقى 2 و3 و2 و4 و2 و5 كده يا مستر، وتقفل البراكت، وبين كل براكت وبراكت بتاخد كوما. تمام؟ يبقى احنا كده يا مستر خلصنا الباي. حلو حلو. ايه موضوع الارو دياجرام؟ هي جايه من اسمها ارو، يعني هتعمل اسهم سهم، فهتيجي تعمل كده عمودين، بس يا ريت تعملهم بالمسطره، معلش انا بعمل بايدي بسرعه، بس تعمل بمسطره. هو قال لك ايه؟ اكس ملتبلاي واي، يبقى الاول اكس والتاني واي. هتيجي جوه تشوف الاليمنتس بتاعت الاكس عباره عن 1 و2، الواي عباره عن 3 4 5. حلو حلو. طيب يا مستر وبعدين هتيجي تقول لي، هتيجي تعمل كده، بص بص بص، هنا هتمشي ال1 مع ده، وبعد كده ال1 مع ال4، بعد كده ال1 مع ال5، وهتيجي تعمل هنا برضو، تعالى بص كده، ال2 معاهم كلهم، يبقى ال2
مع ال 3 وال2 مع ال4 وال2 مع ال5. في مشكله في الكلام ده يا شباب؟ ده اسمه ايه؟ اسمه ارو دياجرام. طيب يا شباب، احنا قلنا ده هيبقى اسمه ارو دياجرام، ماشي. الشكل التاني ده اللي هو الكارتيزيان، بتيجي تعمل ايه حضرتك؟ بتعمل كولم كده تحت اهو، ريكتانجل صغير وواحد تاني بالطول، تمام. وطبعا الشروط دي بتعملها بالمسطره الكلام ده، تمام. وطبعا لو انت ما عندكش مسطره كنت هديك مسطره، لو انت جيت السنتر كنت هتاخد مسطره بتاعتي. هنا عندك الاكس، اشمعنى انت حطيت هنا الاكس؟ عشان هنا قال لك الفيرست الاكس بتاعتك والسكند الواي، تمام. تمام. طيب يا مستر، هو اداك الاكس اهو الواي، فبتيجي تقول له يا مستر تيجي عند ال1 تطلع تحط بوينت كده، وعند ال4 تحط 1 و3 1 و4 1 و5، بعد كده 2 و3 2 و4 و2 و5. ده شكل الكارتيزيان وده شكل الارو دياجرام. فيها مشكله يا شباب؟ لازم تبقى شايف الشكل. هو ده اللي انا الجزء الثاني، وهنقعد نحل عليه كتير عشان انا حاسس ان انت مش فاهمه قوي. تعال نشوف السؤال الثاني عشان يوضح معاك اكتر. بص يا شباب، هنا جايب لك سيتس اسمها اكس اللي هي 2 و 3، وواحده تاني اسمها واي اللي هي 4 و5، 3 و4 و5. حلو حلو. طيب طالب منك ايه؟ ايه ده عاوز اكس ملتبلاي واي برضو. اه يا مستر، عاوز اكس ملتبلاي واي، وقال لك ريبريزنت ات باي ارو دياجرام، وطالب مني طلب تاني. طيب انا همشي واحده واحده بالشغل اللي احنا عارفينه اللي لسه عاملين. انت عاوز اكس ملتبلاي واي، اه يا حبيبي. فبتيجي تفتح براكت، ادي اكس. لازم تشوف انت بدات بمين. بالاكس يا مستر؟ اه يا حبيبي بالاكس. يبقى انا هاجي عند السيتس بتاعت الاكس او اخدهم معاهم كلهم، بمعنى يبقى 2 مع 3 و4 وال5، يبقى 2 و3 2 و4 و2 و5. حلو حلو. طب انت خلصت ال2 معاهم كلهم، يبقى ناخد ال3 معاهم كلهم، يبقى 3 و3 و3 و4 و3 و5. في مشكلة في الكلام ده يا شباب؟ كلام بسيط جدا والله، ما فيهوش اي حاجة. طيب يا مستر، وبعدين هتيجي تقول لي انت عاوز ارو دياجرام، قلت لك هنعمل عمود كده وعمود كده. معلش طبعا عشان ايه مش معايا مسطره. هنا قال لك مين الاكس اللي في الاول، يبقى ده اكس ودي واي. مين الاليمنتس بتاعت الاكس يا مستر؟ ال2 وال3، يبقى تحط 2 و3. مين الاليمنتس بتاعت الواي؟ اه يا مستر اهو 3 4 5. هتمسك ال2 معاهم كلهم، يبقى 2 و3 2 و4 2 و5. بعد كده تيجي تقول لي يا مستر الواي 3 معاهم كلهم، يبقى 3 و3 3 و4 3 و5. ده كده الارو دياجرام. طب هو مش طالب مني كارتيزيان، بس انا هعمله. ادي عملت ريكتانجل اهو، وجيت عملت ريكتانجل تاني اهو. هنا يا مستر الفيرست عندك مين؟ الاكس، يبقى تحط هنا في الفيرست وده السكند. هنا واحد يجي يقول لي يا مستر هو 2 3، طب لو حطيت 3 و2 ايه المشكله؟ عادي يعني، بس الافضل ان احنا بنرتبه من الصغير للكبير 2 3. طب وبعدين هنا 3 4 5. هنعمل خطوط خفيفه كده، ماشي. طبعا المفروض انت بتعمل ده على كراسة جراف، وحتى لو عاوز تعملها على كراسة مسطرة بتعمل الخطوط دي بقلم رصاص عادي كده. هتقول لي 2 و 3، بعد كده 2 4 و2. الشباب كده الكارتيزيان. طب في سؤال رقم ايه ده؟ ايه ده؟ ركز بقى معايا في الحتة الجامدة دي. بيقول لك ان، عارف يعني ايه ان؟ اختصار لكلمة نمبر. عاوز number of x multiply y. النمبر بتاع x multiply y يا حبيبي اللي هو دام قال لك نمبر يبقى هو عاوز رقم طبيعي. طيب دلوقتي يا مستر انا عاوز رقم x ملتبلاي y، عاوز عدد الاليمنتس بتاعت الاكس ملتبلاي y، فتقول لي 1 2 3 4 5 6، يبقى تحط 6 بس والله. طب هقول لك على حاجه حلوه، لو انا ما عنديش ده، يعني ده مش موجود عندي، كل ده مش موجود عندي، وعاوز اجيب الايكوال، فاقول له بص يا عم الحاج، هنا الاليمنتس بتاعت الاكس كام واحد؟ ادي 2 و 3، يبقى رقمين.
طب والاليمنتس بتاعت الواي كام واحد؟ 3. 3 و4 و5 3. يبقى تيجي تقول لي 2 باي 3 يديك 6. ايه رايك في الطريقه دي؟ دي اسهل بكتير بدل ما تقعد تعد تحت. يعني براحتك يعني. ماشي يا شباب، تعال نشوف بعد كده. تعال نشوف واحده تاني. اداك هنا سيتس اكس وواي، الاكس ب 2 و 3 والواي 3 و4 و5. بس هنا خلي بالك طالب منك ايه؟ اكس هنا واي ملتبلاي اكس. تمام تمام. هنا عاوز واي ملتبلاي اكس، هو هيبدا بالواي، خلي بالك هيبدا بالواي. هتيجي تفتح براكت 6 عشان البراكت ده بيتنسي وبتنقص عليه. طيب يبقى انا هبدا بالواي، يبقى انا هروح عند الواي احط تحتها خط كده. همسك ال 3 معاهم كلهم، بعد كده امسك الفور معاهم كلهم، بعد كده الفايف معاهم كلهم. يبقى لازم ابدا من عند الواي. يبقى تيجي تقول لي كده 3 و2 و3 و3 اهو، 3 و2 و3 و3. بعد كده يا مستر 4 معاهم كلهم، يبقى 4 و2 و4 و3 و4 و3. طيب يا مستر وبعدين 5 معاهم كلهم، يبقى 5 و2 و5 و3. شفت الكلام جميل جدا ومفيهوش اي حاجه. تعالى، هو عاوز كارتيزيان بس، انا هعمل ارو دياجرام وكارتيزيان نوضح مع بعض عشان تبقى فاهم، بس نثبت معاك المعلومه. ادي الارو دياجرام، وادي ريكتانجل تاني. هنا بقى هو قال لك بدأ بمين؟ بالواي، يبقى لازم احط هنا واي. خلي بالك عشان الناس بتعملها حافظه اكس واي اكس واي، لا، هو طلب منك واي يبقى تحط واي في الاول، طلب منك اكس تحط اكس في الاول، حسب ما هو يطلب منك. طب ايه الاليمنتس بتاعت الواي؟ اهي ال 3 وال4 وال5 والاكس 2 و3. هنعمل نفس الكلام مستر. بص ال 3 معاهم كلهم، يبقى 3 مع 2 و3 مع 3. بعد كده هتيجي تقول لي بص، هاخد هنا لون تاني، ال4 مع 2 وال4 مع 3. بعد كده يا مستر ال5 مع 2 وال5 مع 3. صعب الكلام ده ولا اي حاجه؟ طيب تعال نشوف الكارتيزيان. احنا لسه كنا عاملين الكارتيزيان من شويه. هتعمل واحد واقف كده، بس هنا الفيرست، مين الفيرست عندك؟ الواي، يبقى الواي دي تتكتب هنا في الفيرست واي، وهنا اكس. ايه الاليمنتس بتاع الواي؟ 3 4 5. الاكس 2 و3. هتعمل خطين كده. طبعا الافضل تعملها على كراسة جراف، بس لو عملتها على كراسة مسطرة عادي، سطر بالمسطرة كده وخلاص. 3 و2 و3 و3، 4 و2 و4 و3، 5 و2 و5 و3. نفس الاليمنتس اللي احنا خدناها. طب يا مستر هو طالب مني حاجه، عاوز عدد الاليمنتس بتاعت واي ملتبلاي اكس. اهي واي ملتبلاي اكس، ادي 1 2 3 4 5 6. يبقى هنا هتقول له 6. وممكن اقول له هنا عدد الاليمنتس بتاعت الواي بكام؟ ادي 1 2 3، تحط 3. عدد الاليمنت بتاع الاكس 2، يبقى تحط 2. يبقى 2 باي 3. ده سؤال جميل برضو من ضمن الحاجات الجميله. شكل تاني. يا مستر شكل تاني. ايه الشكل التاني بقى ده؟ بص يا حبيبي، هنا بيقول لك اكس اديها لك اهو ب 2 و 3، والواي بيديك 3 و 4 و 5. بيقول لك فايند اكس باور 2. ايه ده اكس باور 2؟ ادي اكس باور 2. اكس باور 2 دي معناها ايه يا مستر؟ يعني معناها اكس ملتبلاي اكس. يبقى انا هعمل 6 ملتبلاي 6 اكس واكس. لما يجي لك اكس باور 2 دي تيجي عند الاكس وتعمل واحده تاني فوقيها كده 2 و3. طب والواي يا مستر مالكش دعوه بيها، مالناش دعوه، يعني هو مش عاوز الواي خلاص. ماشي. طيب يبقى هو الواي دي احنا مش محتاجها، احنا هنركز على ده. تعال نعمل لهم باي عادي خالص اهو. بص ال2 معاهم كلهم، يبقى 2 2 و2 3. بعد كده 3 معاهم كلهم، يبقى 3 و2 و3 و3. خلصت. طيب هو عاوز هنا ارو دياجرام. ارو دياجرام زي ما فهمتك هتعمل هنا بقى في الباور 2 ليها طريقتين. الطريقه الاولى التقليديه اللي احنا عارفينها، تعمل عمودين
عندك مين ومين؟ اكس واكس، حط اكس واكس عادي يعني. 2 و3، وهنا 2 و3. هنا هتعمل ال2 مع ال2 وال2 مع ال3، ال3 مع ال2 وال3 مع ال3. ده تقليدي عادي مفيش مشكله. بس اللي انا عاوزك تفهمه بقى ده، يعني باور 2 بس هو اللي بيتعمل بالطريقه دي. ارو دياجرام ممكن ده او ده، ده او ده، ماشي. بس انا لازم بحب الشكل ده عشان ده الناس المتميزين بس هم اللي بيحبوه. فباجي اقول له الاليمنتس بتاعتك 2 وتحط جنبها بوينت كده، وادي 3 وتحط جنبها بوينت. طيب تعالى بقى نعمل ارو دياجرام. اول حاجه الاوردر ديبير بتاعك اهو 2 2، يبقى تطلع سهم كده من عند ال2 تروح لل2 تاني. 2 3 يبقى تطلع سهم من عند ال2 بدأ من عند ال2 ينتهي عند ال3. 3 و2 بص بقى، اهم حاجه تعرف السهم بدأ منين وانتهى فين. بدأ من عند ال3 وينتهي عند ال2، يبقى يبدأ من عند ال3 ينتهي عند ال2. اخر واحد 3 و3، يبقى تمسك 3 تلف كده 3 تاني. ده شكل ار دياجرام. تاني هنعمل ريكتانجل ونحط 2 و 3 ونمشي مع بعض. 2 2 ادي 2 2 اهو، تطلع سهم يلف حوالين 2 و 3، يبقى تبدأ من عند ال 2 يروح لل 3. 3 و 2 يبقى من عند ال 3 يروح لل 2. 3 و 3 يبقى 3 ويلف تاني. تمام. طبعا لو عايزني اشرح لك تاني عيد الفيديو يعني، مش هعيد تاني يعني. ماشي ماشي. يلا تعال نشوف واحدة تاني ثبت معانا المعلومة بس اكبر شوية. تمام يا شباب، تمام. تعال نبص نمبر جي، بيقول لك ايه؟ ان اكس بار 2. اكس بار 2 عاوز نمبر، ما هو ان دي معناها نمبر يا مستر. فعددهم كام؟ ادي 1 2 3 4، فهتكتب 4 صح؟ واحد تاني يقول لي يا مستر مش هو الاكس دي عدد الاليمنتس بتاعه 2؟ يا مستر، هو يعني معنى كده ان هو عاوز 2 باور 2؟ يا حبيبي اللي هي 4. تمام. يبقى هنا لما يجي يقول لك اكس باور 2 يبقى تقول لي 2 باور 2، مفيش مشكله عادي يعني. طيب تعال نشوف اللي بعده. هنا جايب لك برضو اكس وواي 2 سيتس اهم. بيقول لك عاوز واي باور 2. طب واي باور 2 ما احنا لسه حلين الاكس اهي. هتيجي تقول لي يا مستر واي باور 2 معناها واي ملتبلاي واي. فبتيجي حضرتك هنا تقول لي ادي واي اهي وتفتح براكت 3 و4 و5. ركز معايا بقى، ال 3 هتبقى معاهم كلهم، يبقى 3 و3 3 و4 3 و5. بعد كده يا مستر الفور معاهم كلهم، يبقى 4 و3 برافو، و4 و4 قول كده، يبقى 4 و5 برافو. طب بعدين يا مستر هتمسك ال5 معاهم كلهم ويلا بسرعة. ايوه 5 و3 برافو، 5 و4 و5 و5. ولازم تقفل البراكت بتاع السيتس، لو ما عملناش ده يبقى غلط. والناس بتعمل البراكت بتاع الاوردر ديبير زي براكت السيتس، دي غلطه برضو من الناس اللي بتعملها. ما ينفعش نعملها كده. ليه؟ عشان انا فهمتك في اول الفيديو الفرق بين الاوردر ديبير والسيتس والانترفال. طيب تعال نشوف الشكل التاني. هو عاوز الارو دياجرام، فتيجي حضرتك تعمل ارو دياجرام اهو، تعمل ريكتانجل وده اسمه واي. ايه هي الاليمنتس اللي عندك بتاعت الواي؟ 3 وعندك هنا 4 وعندك 5. طيب تعالى نمشي واحده واحده مع الاوردر ديبير. 3 و3 يبقى تيجي عند 3 تلف وترجع تاني لل 3. 3 و4 يبقى تروح لل 3 وال 4. 3 و5 3 و5. حلو يا مستر. تعالى نمشي هنا، بيقول لك ايه؟ 4 و3 يبقى هبدأ من عند ال 4 اروح لل 3. 4 و4 يبقى 4 هتلف حوالين نفسها. 4 و5 4 ويروح لل 5. اخر حاجه بقى هعملها بلون تاني عشان كله هيخش في بعضه دلوقتي. طبعا لما يكون على كراسه او كده بايدك يعني او كشكول فهتلاقي الدنيا اسهل. 5 و3 ادي 5 هيروح لل 3. 5 و4 يبقى 5 هيروح لل 4. اخر واحد 5 ل 5 يبقى 5 هيلف ويرجع تاني. ده شكل الارو دياجرام. بس طبعا ما بيجيلكش 3 ارقام، دايما بيجيلك رقمين بس. لازم تبقى انت عندك المعلومه لو جالك اكتر من كده.
طيب تعال نشوف هنا نمبر واي باور 3. خلاص بقى انا مش هقعد اعد تحت، هقول له ايه؟ بص يا عم الحاج، هنا واي باور 2 يبقى تيجي تقول لي الواي 3 اليمنتس، يبقى 3 باور 2 اللي هي تبقى 9. سامع ناس بتقول 6، ف6 غلط يا جماعه، دي باور. 3 باور 2 يبقى 9. حتى لو عاوز تعد عد اللي تحت هيطلع لك ايه؟ ادي 3 اهم اهم، هيطلع لك 9. ماشي يا شباب؟ ماشي. ده السؤال ده المفروض انت هتحله. توقف الفيديو يا حبيبي وتبدأ تحل سؤالك الجميل ده عشان تأكد معلومتك صح، ان انت فاهم ولا مش فاهم. فحضرتك لازم تحله بنفسك وتوقف الفيديو. لو سمحت وقف الفيديو، ابدأ حل. بيقول لك هنا x equal 2 ونيجاتيف 1، والواي عبارة عن 4 و0، والزد equal 4 و5 ونيجاتيف 2. طيب طالب منك شوية حاجات. أول حاجة هنحسبها إن هو عاوز مين؟ عاوز نمبر A اللي هي x ملتبلاي y. x ملتبلاي y يا مستر بالراحة كده، هفتح براكت 6، يبقى أنا هشتغل على الإكس والواي، ماليش دعوة بالزد. اركن الزد دي على جنب، أنا شغال على الإكس والواي بس. هقول له مين اللي في الأول يا مستر؟ الإكس. هتمسك الإكس معاهم كلهم، يبقى 2 و4 و2 و0. طب وبعدين يا مستر النيجاتيف 1 و4، نيجاتيف 1 و4 ونيجاتيف 1 و0. صح؟ اه يا مستر صح. طيب بيقول لك ريبريزنت باي ارو دياجرام. خلاص هعمل ارو دياجرام اهو. ادي الارو دياجرام بتاعه. بس هنا مين اللي في الاول؟ اكس، يبقى تيجي عند الاولاني ده هتسميه اكس والتاني واي. اكس الاليمنتس بتاعتها 2 نيجاتيف 1، وهنا 4 و0. هنعمل الار يبقى 2 ل 4 وال 2 وال 0، نيجاتيف 1 و4 ونيجاتيف 0، نيجاتيف 1 و0. طب السؤال الثاني نمبر بي، يقول لك واي ملتبلاي زد. هتيجي حضرتك تقول لي بص كده، بص كده اهو، تقول لي واي وزد، يبقى انا هشتغل مع الواي والزد. اول حاجه بفتح براكت 6، يبقى هبدا بالواي 4 معاهم كلهم، يبقى 4 و4 4 و5 و4 ونيجاتيف 2. بعد كده يا مستر 0 0 و4 برافو، و0 و5 و0 ونيجاتيف 2. في مشكله ولا اي حاجه؟ طب انت عاوز كارتيزيان، هتعمل عمود تحت كده، بص بص ريكتانجل تحت اهو، وريكتانجل من الفيرست الواي، يبقى تحط هنا واي وهنا هتحط زد. ماشي يا مستر. الواي عندك بكام؟ الواي ب 4 و0 او 0 و4 مش هتفرق. هنا الزد 4 5 نيجاتيف 2. طب لو بدأت بنيجاتيف 2 تحت برضو ولا اي اندهاش، عادي خالص مفيش مشكلة. بس طبعا الافضل ان انت تبدأ من الصغير للكبير، يعني 0 وبعد كده 4 نيجاتيف 2 4 5، مش الافضل يعني. تحط هنا ده كده معاهم مفيش مشكلة. تمام يا شباب؟ ده كده بالنسبة ل A و B. طيب تعال نشوف نمبر سي. نمبر سي بتقول ايه؟ نمبر سي عاوز اكس باور 2. فتيجي حضرتك كده نمبر سي اهي، اكس باور 2 يعني اكس ملتبلاي اكس، صح؟ يا مستر. فبتيجي حضرتك تقول لي كده اكس ملتبلاي اكس، يبقى هتيجي عند الاكس تحط اكس تاني اهي 2 ونيجاتيف 1. هحط اكس تاني اهو 2 ونيجاتيف 1. طب يا مستر هتمسك ال2 معاهم كلهم، يبقى 2 2 و2 و2 نيجاتيف 1. هكتب فوق هنا شويه، ونيجاتيف 1 و2 ونيجاتيف 1 ونيجاتيف 1، وتقفل الاوردر دبير.
طيب هنا عاوز ريبريزنت ارو دياجرام. طب انا همسح بقى الكلام ده علشان ايه؟ اعرف ارسم الارو دياجرام. طيب تعال نشوف ترسم الارو دياجرام ازاي يا مستر. بص ريكتانجل، وتحط هنا اكس. ايه الاليمنتس بتاعت الاكس يا مستر؟ 2 نيجاتيف 1. ادي 2 ونيجاتيف 1. يا مستر، اول حاجه ال2 مع ال2، عشان احنا لما كنا قلنا اكس ملتبلاي اكس قلت لك كده 2، حطيت لك هنا اكس ايكوال 2 ونيجاتيف 1. صح يا شباب؟ 2 كنت تقول لي كده 2 و2 و2 ونيجاتيف 1، بعد كده نيجاتيف 1 و2، بعد كده نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1. صح يا شباب؟ يا حبيبي. تعالى بقى نعمل الارو دياجرام بتاعك. بص كده 2 2، يبقى تيجي من عند ال2 هتلف وترجع تاني لل2. 2 نيجاتيف 1 يبقى تبدا من عند 2 للنيجاتيف 1. ماشي. طيب بعد كده يا مستر نيجاتيف 1 ل 2، يبقى ابدا من عند نيجاتيف 1 اروح لل 2. نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1، يبقى ابدا من عند نيجاتيف 1 اروح لمين؟ لده. كده الار دياجرام بتاعك تمام يا شباب؟ تمام. طيب يا شباب تعالى بص كده نمبر دي هنا بيقول لك ايه؟ عاوز نمبر اكس ملتبلاي زد. اكس ملتبلاي زد، فهتيجي تقول لي بقى مش هنقعد نجيب اكس ملتبلاي زد، فاجي اقول له عدد الاليمنت بتاعت الاكس 2 وعدد الاليمنتس بتاعت الزد 3، يبقى 2 باي 3 ايكوال 6. ما فيهاش مشكله. طب هنا بيقول لك عاوز واي باور 2. طب ما عدد الاليمنت بتاع الواي اهو 4 و0 يعني رقمين، يبقى 2. 2 باور 2 اللي هي تبقى 4. طب زد باور 2 هيبقى 4 و5 و3 ونيجاتيف 2، يعني 3 نمبرز، 3 اهم، يبقى تقول 3 باور 2 اللي هي تبقى 9. تمام؟ تمام. لو عندك اي حاجه غلط في الكلام ده لازم تحله تاني بنفسك وتعيد عليه. هنا بقى في شويه حاجات مهمه قوي قوي قوي. هنا النوتس دي انا قلت لك عليها في الاول، ماشي، بس باكد عليك تاني لما اجي، عشان الحاجات دي بيجي لك في تشوز كتير. لما اجي اقول لك x ملتبلاي y نوت ايكوال y ملتبلاي x، عشان قلت لك ما ينفعش نبدل في السيتس. صح؟ تمام. هنا قال لك نمبر عدد x ملتبلاي y، عدد x ملتبلاي y، ماشي، ايكوال نمبر y ملتبلاي x. احنا قلنا في 2 باي 3 هي 3 باي 2، يبقى في حوار النمبرز ممكن تبدل عادي. فعشان كده لما جيت قلت لك في النمبرز اهو، بص كده النمبر حط لك ان نمبر اكس ملتبلاي واي هي نمبر واي ملتبلاي اكس، يبقى في النمبرز عادي ممكن نبدل، لكن في السيتس بس من غير نمبر يبقى ما ينفعش نبدل. طيب تعال نشوف نمبر، سيب نمبر 3 ثانيه نرجع لها تاني. نمبر 4 بيقول لك ايه؟ اكس ملتبلاي فاي، دي 6 ملتبلاي 6، يبقى لازم الايكوال بتاعك يطلع 6 يعني فاي، يبقى اكس ملتبلاي فاي يدينا فاي. طب لو جه قال لك نمبر يبقى لازم تكتب له نمبر عدد، يبقى نمبر اكس ملتبلاي فاي يبقى 0، عشان الناس بتغلط في الحته دي. فانت حفظها كده، لما يجي لك نمبر يبقى لازم تكتب له نمبر، يبقى ان يبقى 0 تكتب له رقم. طب لما اجي يقول لك ان وتكتب له بره فاي، هو فاي دي رقم، دي 6، فما ينفعش. تمام. هنا في نمبر 3 بقى بيقول لك ايه؟ اكس ايكوال واي، لو ال6 الاثنين قد بعض بالظبط، يعني مثلا اكس ايكوال 2 و3 واي ايكوال برضو 2 و3، هما الاثنين زي بعض بالظبط، يبقى في الحاله دي ممكن تقول له اكس ملتبلاي واي هي واي ملتبلاي اكس، عشان هما الاثنين زي بعض. زي لما اجي اقول لك اكس ملتبلاي اكس، مش هي اكس عادي هي. ماشي يا شباب؟ تمام كده. طيب تعالى بقى نشوف، احنا الجزء ده اللي هو بتاع اليونيون والانترسكشن قلنا هنعمله نأجله للسيشن التاني. تمام. اي حاجه فيها يونيون اهي او انترسكشن او ديفرنت دي هنأجلها للسيشن الجاي. ماشي. هنا بقى في شويه اسئله هتلاقيهم في الكتاب بيج 6 تحت وبيج 7.
في الجزء الاكسرسايز اللي انا بقول لك ده. هنا بقى اهم الحاجات واهم النقط، لو انت معاك الكتاب وبتشغل اونلاين بس فانت حاول حلهم قبل ما نشرح. تمام. ان دي الافكار بقى، انا جاي مجمع لك كل الافكار اللي فيها تكات، ماشي، فيها حاجات ممكن تلخبطك فانا مجمعها لك هنا، ودي اصعب حاجه عندك في الدرس ده. تمام. يعني لو معاك اي زميلك في ثالثه اعدادي هيجي يسالك، لو جه سالك في سؤال في اول درس هو مش عارفه او مش عارف يحله هيبقى في نفس الاسئله دي. فانا عاوزك حبيبي تركز معايا فيهم عشان دي فيها افكار جامده جدا، وكلها كانت جت في امتحانات قبل كده يعني. ماشي. بص يا حبيبي، هنا بيقول لك x equal 5 و 6، y equal ايه؟ ايه دي عادي يا حبيبي، اعتبرها رقم، اعتبرها 4 5 اي حاجه، ما فيهاش مشكله. فبيجي يقول لك ايه، عاوز y ملتبلاي x، يبقى انا هبدا بالواي واعملها باي للاكس، يبقى الواي عندي a و5 و a و6 اهو. بص هعمل كده a و5 و a و6، فيها مشكله؟ خلص. كل الاسئله دي انت تحس ان هي صعبه بس حلها صغير جدا جدا جدا. هنا اكس اهي اكس، والواي فاي، واي فاي، تمام. يبقى اكس ملتبلاي واي يعني اكس ملتبلاي فاي، دي 6 ملتبلاي 6 يبقى الايكوال بتاعك 6. لو حط لك نمبر يبقى هنا 0. بص انا هحل 4 الاول، ماشي، وبعد كده نرجع لل 3. هنا جايب لي 6 عاديه خالص، انا هعتبر ان هي دي اسمها اكس ودي اسمها واي. عاوز يعرف اكس ملتبلاي واي، هفتح براكت 6 عادي. هاجي اقول له 2 معاهم كلهم، ده مفيش هي 4 بس، عادي يبقى 2 مع الفور، يبقى 2 و4. ده الحل بس؟ اه والله الحل بس، ما هو 2 و4 مفيش تاني. طب تعال نشوف نمبر 3. بص كده نمبر 3 بقى جايب لك العكس، يعني هو جايب لك الايكوال ده وعاوز الايه، الحل الاصلي، يعني عاوز السؤال الاصلي. فاحنا نيجي نقول له كده، هنا جايب لك اوردر ديبير واحد بس، ده معناه 6 ملتبلاي 6 اللي هي ال6 الاولى اللي هي هتبقى 5، وال6 الثانيه اللي هي هتبقى 7. اه يا مستر لما امسك الاثنين دول اعملهم باي يبقى 5 معاهم كلهم يبقى 5 و7 بس، هما الاثنين دول نفس الفكره بالظبط. طيب تعال نبص كده نمبر 5، بيقول لك 3 و 8 بيلونج لاكس ملتبلاي واي، يعني الاوردر ديبير ده موجود جوه هنا. افهم من كده مين الفيرست؟ اكس، يبقى الفيرست تبع الاكس، الفيرست تبع ايه؟ اكس، يبقى 3 تبع الاكس، ماشي. والواي اللي هي مين؟ ال8. تمام تمام. طب انت عاوز ايه؟ بيقول لك بقى هنا 3 و8 ايكوال اكس وواي، انا هنا بدلت خليتها 8 و3، يبقى اكيد هتبدل هنا برضو هتبقى واي ملتبلاي اكس، بدلنا. ماشي يا شباب. ابص 3 و8 يبقى اكس وواي، هنا خليتها لك 8 و3 يبقى تقول لي واي واكس على طول يا مستر. طيب تعال نشوف اللي بعده. نفس الكلام بيقول لك اوردر ديبير بيلونج الاكس ملتبلاي واي، يبقى ال1 ده هيروح لمين؟ الفيرست مع الفيرست والسكند مع السكند. يا مستر يبقى ال1 ده بيلونج الاكس وال5 بيلونج الواي، ماشي، عشان الفيرست مع الفيرست والسكند مع السكند. هنا جايب لك سؤال نمبر 7 ده فيه فكره مختلفه تماما، اللي هي ايه؟ هو جاب لك الانسر، يعني جاب لك اكس ملتبلاي واي واداك الاليمنتس بتاعتهم كلهم هم. هو بقى عاوز يعرف اكس بس بكام وواي بكام، الاصليين، يعني عاوز الستس الاصليه قبل ما تعمل باي كانت كام. فاقول له بص، احنا عارفين مين اللي في الفيرست اكس، يبقى كل الاليمنتس اللي في الفيرست دي تبع الاكس، تفتح براكت 2. طبعا ما ينفعش اكتب 2 تاني عشان ما ينفعش نكرر جوه الستس، يبقى 3 ومين 5. طب واي، مش الواي دي اللي هي السكند؟ يعني كل الاوردر ديبير السكند ده، ماشي، ده واي، كل السكند ده واي. فبتفتح براكت تقول له هنا 5 وهنا 7، 5 7 5 7. في مشكله في الكلام ده يا جماعه؟ مفيش اي مشكله. تعال نشوف نمبر 8. نمبر 8 بيقول لك ايه؟ عندك اوردر ديبير ده عباره عن سيتس بيلونج لسيتس ملتبلاي سيتس، يعني لو السيتس دي سميناها اكس، دي اكس مثلا، ودي واي، 6 ملتبلاي 6 عادي جدا. فلما يكون عندك اوردر ديبير بيلونج ل 6 ملتبلاي 6 يبقى تقول له ان الاليمنت الاولاني تبع الستس الاولى والاليمنت الثاني تبع الستس الثانيه، على طول على طول.
يبقى ال 3 ده تبع السيتس الاولى. يا مستر ال 3 موجوده في السيتس الاولى. يبقى ال 5 تبع السيتس الثانيه. السيتس الثانيه فيها 5؟ لا يا مستر، يعني اشيل الاكس دي واحط بدالها كام؟ 5. هو عاوز يعرف الاكس بكام، فبتقول له 5. اهو اوردر بير سيتس وسيتس. تمام. فهتيجي حضرتك تقول لي يبقى الفيرست تبع السيتس الاولى والسكند تبع السيتس الثانيه. نمبر 9 بيقول لك الاكس عباره عن 3 و4 والواي 1 و2 3. بيقول لك عاوز نمبر عدد. يبقى ده سهل يا مستر، هتقول له عدد الاكس 3 و4 يعني رقمين يبقى تحط 2. وعدد الاليمنتس بتاعت الواي 3 يبقى تحط 3 ارقام. يبقى 2 باي 3 اللي هي كام يا مستر؟ 6. طيب هنا نمبر 10. نمبر 10 بيقول لك ايه؟ بص كده معايا. نمبر 10 هو بيديك عدد الاليمنتس بتاعت الاكس ب 3 وعدد الاليمنتس بتاعت الواي نمبر. ما هو قال لك انه يعني نمبر اوف اليمنتس واي ب 4. طب هو عاوز مين؟ هنا بيقول لك اكس ملتبلاي واي، يبقى تقول له عدد الاكس 3 وعدد الواي 4، يبقى 3 باي 4 يبقى ايكوال 12. دي اسئله سهله ما فيهاش اي مشكله. طيب تعالى بص معايا كده نمبر 11 و12 و13. 11 بيقول لك number of element of x ب 3 ونمبر اوف ايه ده، والواي مديهم لك 3 elements هم. طب انت عاوز مين؟ عاوز x ملتبلاي واي، يبقى هنا تقول لي الاكس 3 والواي 3، يبقى الايكوال بتاعك 9 ما فيهوش مشكله. بص كده number of x equal كام؟ 3 ونمبر اوف y equal كام؟ ايه ده؟ مش y ده يا مستر، ده number x multiply y equal 12. ده هو عاوز يعرف y بكام. سهله والله ما فيش اي حاجه. هاجي اقول له ايه؟ بص 3 عند الاكس يبقى 3 باي كام يدينا 12؟ يا مستر 3 باي 4 يبقى elements بتاعت الواي بكام؟ ب 4. في مشكله في الكلام ده ولا اي حاجه؟ تعال نشوف اخر سؤال. هنا بيقول لك number of x of y سوري number x باور 2 equal 4. عدد الاليمنتس بتاعه الاكس باور 2 4. طب ممكن تقول لي number of x بس؟ هيبقى 2 عشان لو جبت سكوير روت لل4 يبقى 2. جه هنا قال لك number of x multiply y equal 8. يبقى انا لما اجي احط 2 multiply كام يدينا 8؟ يبقى 4. يبقى number of element بتاعت الواي ب 4. طب انت عاوز ايه؟ عاوز y باور 2 يعني 4 باور 2 اللي هي تبقى كام؟ 16. ده كلام جميل جدا وما فيهوش اي حاجه. تمام يا شباب؟ طيب وبكده يا شباب الحمد لله يكون خلصنا سيشن 1. يا رب تكون الدنيا وضحت معاك. ماشي، وتحل الهوم ورك على طول. ولو في اي حاجه، في اسئله بتبعت على جروبات الواتس بتاعتنا، اي سؤال يقف معاك في الهوم ورك والهوم ورك هينزل معاك برضو على جروب الواتس. احنا بنحل المعاصر عشان لو حد مش معانا في جروب الواتس، احنا بنحل المعاصر اكسرسايز 1 بس، ما عدا اللي هو الانترسكشن واليونيون، هو ده اللي احنا وقفنا عنده زي كده. وان شاء الله نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.